السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. والنهاردة معاكم في شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة في مدينة بورسعيد المقربة لقلبي. أول ما بندخل باب شقتها كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من قلبكم وقولوا اللهم امين. شقة عروستنا النهاردة في شقق الإسكان الاجتماعي، شقة أحلى مهندس وأحلى عروسة. بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني على الستايل التركي كده بالالوان الجميله الهاديه، اللي قد ايه شقه منوره، والتصميم بتاعها بالالوان والديكورات اللي فيها بسيطه ورقيقه جدا. بسم الله ما شاء الله. بجد عايزه اقول لكم ان الشقه دي كانت قبل الفرش الصبح قبل ما نشتغلها، يعني كنتش تقولوا هتخلص في يوم ابدا. مامة العروسه حبيبه قلبي كانت بتقولي انا داخله بيكي تحدي. يعني العروسه كانت بتشتكي لي ان هي مخلصه النت عليا. حبيبه قلبي والله العظيم، من خلال الفيديو ده بديلها بوسه كبيره واقول لها بجد كانت صحبتها احلى صحبه طول اليوم. هنا كده زي ما انتم شايفين هنا الصالون. الصالون هنا نظرا للمساحة كان موجود معاه 2 كنبة، والبنكت اللي جنبنا على اليمين ده و2 كرسي، فهم اختاروا الكنبة الكبيرة والبنكت وال2 كرسي، استغنوا عن الكنبة الصغيرة بتاعة الطقم، بحيث ان يعني المكان ما يبقاش مسحوم بالعفش قوي. وبديل معاه ان السفرة موجودة لو في ضيوف عادي يستغلوا كراسي السفرة مع ضيوف لو في عدد زيادة او كده. الحاجة اللي الوحيدة اللي العروسة ندمت عليها واحنا بنفرش، يعني ما حسيتش قد ايه ان السجادة البيضة ممكن ان هي تتبهدل بسرعه. يعني احنا قعدنا نقول لها ليه كده، قعدت تقول والله عجبتها وكده فجابتها. يعني فاحنا كنا بنقترح عليها تغيرها وتجيبها نفس سجاده الصالون. فقولوا لنا رايكم كده ايه في الكومنتات. هنا بقى موجود النيش بتاع العروسه. النيش اصلا ده قطعتين، يعني كل قطعه منفصله اللي بيكون ما بينهم بوفيه، بس هم جابوا قطعتين واتحطوا جنب بعض كده تقول ان هو قطعه نيش كبيره. ما شاء الله اللهم بارك. حاجتها قد ايه كانت قيمه ورقيقه جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. من تحت حطيت لها جزء من الطقم الصيني، الشاي والقهوه منه وبعض الاطباق كده عرضناهم. ده الشكل والرصه بتاعتهم القمر الرقيقه اللي تليق مع ذوق العروسه القمر اللي في شقتنا النهارده. والرف التاني حاطط لها طقم شاي والجاتوه الكريستال دول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، قد ايه ان هم قيمين جدا. ربنا يهنيها بكل حاجتها يا رب، اللهم امين. ادعوا لها كده من قلبكم. عروسه صغنونه وعسوله وكيوت وباربي كده في نفسها، ربنا يا رب يبارك لها. هنا كده حطيت لها طقم الكارورة ده مع طقمين الكاسات، طبعا طقم الكارورة مع طقم الكاسات بتاعه. وانا حطيت معاهم كمان طقمين، طقم كده هادي شوية فصل ما بين الطقمين الذهبي زي ما انتم شايفين في الرصة بالشكل ده. دي اول ضرفة كده من النيش. نشوف بقى الضرفة التانية. حطيت باقي طبعا الطقم الصيني من تحت زي ما انتم شايفين، والباقي منه خالص في الادراج هنشوفها برضو مع بعض دلوقتي. يعني عرضت كده جزء من الاطباق بتاعته والبراد والحاجات بتاعته، والباقي حطيت في الادراج. هنا بقى طقم الشاي والجاتوه، ودخلت معاه طقم كاسات ملون بالشكل ده. هو اصلا الطقم الشاي والجاتوه فيه ورد ملون كده، فكان ماشي جدا مع طقم الكاسات اللي انا حطيته، لان اللهم بارك الله اكبر حاجتها كانت كتير، وكنا بنحاول نلم الدنيا بقدر الامكان ان احنا نحط كل حاجتها. اما هنا بقى حطيت لها طقم الفضه ده. المفروض ده هو والله بيتحط على الصينيه في رف لوحده، يعني قد ايه ان هو قيم بيتحط كده، بس نظرا للمساحه بقى. وحطيت الطقم الخشاف مع القاروره دي بكاساتها. الطقم الخشاف كان قلبت البوله بتاعته وحطيت فوقها القاروره، عليت بيه لان القاروره اصلا صغنونه قوي فوق ما تتخيلوا يعني. فعليتها كده بانت، وفي نفس الوقت يبقى انا اخدت الطقمين برضو ينفعوا معايا في رف واحد. قولوا لي ايه برضو رأيكم في الرصة. والجزء ده كده حبيت ان انا اخلي الرف كله سيلفر، والناحية التانية اللي قصاده كلها ذهبي زي ما هو واضح قدامكم. وكده النيش معانا خلص. نشوف بقى الادراج عشان ما ننساهاش. حطيت لها هنا طقم اركوبال للعلم، طقم اركوبال كبير الله اكبر ما شاء الله، اللي هو طقم اللونين ابيض والاسود. والدرج التاني حطيت فيه باقي اطباق الطقم الصيني زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بحيث ان النيش يكون اخد كل حاجته كده. وكده ده شكل النيش من بره. هنا السفرة فوق منها الشاشة، طبعا هم علوها شوية علشان اللي يقعد ما يخبطهاش براسه او كده، وزي ما انتم شايفين نظرا للمساحة واستغلال المساحات وكده. ندخل بقى على غرفة الأطفال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم ارزقهم فيها إن شاء الله الذرية الصالحة اللهم آمين. هنا غرفة الأطفال أو غرفة الضيوف لما ربنا بقى يكرمهم بأطفال إن شاء الله. وجود كده 2 سرير وكومود
دولاب كبير بسم الله ما شاء الله. هي المفروشات بتاعتها كانت كتير جدا، ونحمد الله ان الدولاب كان كبير علشان ياخدهم. المفرش بتاعها كان رقيق قوي قوي اللي كان على السرير، من الوان كده من الغرفة. وهنا كده موجود برضو شاشة في الغرفة هنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وده شكل المفرش. وسجاد كده ماتشنج ما بين الالوان اللي في الغرفة كلها يعني. ولو وصلت معايا من الفيديو لحد هنا اوعى تكون نسيتي تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في شغلي في شقق العرايس. وان شاء الله اتمنى النهارده شغلي يعجبك، وتكتبي كومنت جميل ودعوة حلوة كده للعروسة. هنا ده شكل المفرش وجماله، حبيت ان انا اركز لكم عليه. ده الكومود اللي ما بين الاتنين سرير. هنا كده الستارة رقيقة جدا، ستارة بسيطة واتنين نزالة بالشكل ده ومربوطين بشكل لطيف. نشوف بقى مع بعض الدولاب من بره ونشوفه برضو من جوه، ونشوف تصميمه وجماله. شوف جمال الرصة بقى والاتقان في الترتيب. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. مفروشاتها كانت راقية جدا ورقيقة جدا. تحت كده هتطلع لي الحفا الفايبر، وهتطلع البطاطين، وهتطلع المفارش القطيفة والدفايات. يعني الى حد ما كل الحاجات الشتوي، يعني دول كده دفايات. وهنا دول كده البطاطين، بطاطين حاطين عليهم فرو كده وخامة من الشريط قد ايه قيمة ولايقة عليهم جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده احنا اللي ضايفينه، ده مش شكل في البطانية، احنا اللي بنضيف ده هو والفرو اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله، يعني مش بنشتغل بخامات تقليدية، بالعكس احنا شغلنا وخاماتنا اللي بتنطق الشغل. والشغل فعلا بالفعل والله حاجة العروسة كانت جميلة. زي الشريط برضو اللي انا حطاه على اللحافين دول على فكرة لحافين ومصغرينهم قوي. واللي في النص دي كوفرتا شتوي، واللي تحت دول لحافة فايبر بس اللي بتكون منفوشة شوية. ومن فوق هنا دي بطانية اسباني. وفي الجنبين حطينا كده الكوفرتات دي. اما الناحية التانية عملتها للفوط والملايات. ومن تحت برضو كوفرتات ودفايات. الرف اللي فوق خالص ده عملناه للملايات، واللي في النص كده ده فوط. هنا كده ملايات وحطينا عليهم بوجو وطمطم. دول اصلا بيجوا مع طقم سرير كده، بيبقى طقم سرير رمضاني كده بيجي معاه بوجو وطمطم، فاحنا بنحب نظهرهم ونزين بيهم. اما هنا الله اكبر، هي كانت الفوط بتاعتها تركي زي ما انتم شايفين قد ايه بقى الرصه وتنسيق الالوان بالشكل اللي احنا عاملينه ده. هم حقيقي مش محتاجين شغل لان هم حاجه رقيقه قوي قوي، مش محتاجين لعب كتير. واغلب الفوط بتاعتها تقريبا لو كانت اصلا كلها هي كلها تركي اللهم بارك، فالخامه بتاعتهم رقيقه جدا. وهنا دول 3 كوفرتات ل3 سراير شبه بعض. ومن تحت هنا دول بطاطين، ومن تحت هنا دول باقي دفايات وباقي الفوط الاطفال. اتمنى تكون رصة الدولاب كده عجبتكم. وهنا الغرفه كامله بتفاصيلها معانا خلصت. نكمل بقى مع بعض باقي الشقة. متنسوش تكتبوا كومنت حلو ودعوة حلوة للعروس. عايزة الفت انتباهكم للشماعة اللي ورا الباب دي، بتبقى زيها في ايكيا وكده. دي بتركب في الباب ركوب كده من فوق، مش بتخرم ليها او حاجة، تقدر تعلق عليها هدوم او اي حاجة او فوطة او كده ورا الباب يعني. شكل النيش كده من الجنب. شوفوا في مساحات برضو ورا السفرة، يعني مش لازقينها في الجدار، بحيث ان لو اللي حابب يقعد متبقاش ملزوقة يبقى كراسي ملغية ولا حاجة، لا كل حاجة هتستخدم. هنا كده بقى الدخول لطرقة الحمام والمطبخ وغرفة النوم. الستاير بتاعتها شيك ورقيقة جدا جدا. هنا ده شكل الطرقة. في اخر الطرقة كده التلاجة. وهنا المطبخ. هنجيله المطبخ البحري الجميل، شقد كنت فرشاه ايام الحر الجامد قوي بجد. الشباك المطبخ ده بحري، كان جايب لي هوا زي التكييف بالظبط. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بشقتها اللهم امين. هنا بقى نشوف المطبخ بكل تفاصيله. بسم الله ما شاء الله. حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يستغلوا كل المساحات فيه، لان هو على العموم الشقق في الاسكان بتكون السقف واطي شويه، فمش بيبقى فيه ارتفاع كبير
ان هما يستخدموا السقف وكده. شوف بقى المطبخ بكل تفاصيله واستغلينا فيه الاماكن ازاي، يعني حاولنا نستغل كل سنتي والله، علشان حاجة العروسة الله اكبر كانت كتير، يعني محدش كان يصدق ان الحاجة دي تيجي في مساحة المطبخ ده. فالحمد والشكر لله يعني على اللي وصلنا له، لان مامة العروسة كانت داخلة تحدي بقلب جامد عليا، ما كنتش عايزة اغزلها، بس حاولت على قدر الامكان ان انا اظبط الدنيا والله. هنا كده كانوا جايبين كوفي كورنر جاهز، ده معمول كده من الخشب، بحيث ان هو يلم كل حاجة القهوة وكده. حطيت لها كده الاطقم بتاعت اللي هي المشروبات الخاصة يعني بالشاي والقهوة والبن والحاجات اللي زي كده، وفوق كده الكاتل بتاع الشاي والقهوة برضو والبراريد، ومن تحت مجات. هنا كده كان في علاقة كده للفوط والمقاشات، وتحت منهم الباسكت. من فوق من هنا عاملين كده زي نيش للمطبخ. يعني انا اخترت الضرفة دي عموما تكون نيش للمطبخ، بحيث ان هي اكتر ضرفة هتبقى قريبة برضو للكوفي كورنر، وفي نفس الوقت يعني تبقى كوبايات مع بعضها. هنا زي ما انتم شايفين كده كوبايات الكاسات الجديدة بتاعة العصير، مع الاستكانات اللي بالطبق، مع اطقم القهوة، مع فوق كوبايات شاي ومية للاستخدام. يعني كل حاجتها ان شاء الله، كل اللي هتحتاجه هيكون موجود معاها في الوحدة دي بالنسبة لاستخدامها الشخصي او التقديم. هنشوف بقى مع بعض باقي المطبخ. هنا كده البوتاجاز بتاعها 4 شعلة، بحيث ان هما يستغلوا اماكن جنبها. بصوا طقم الشوربة ده مؤقتا كده وهيتشال، لان ده مش مكانه اصلا، بس كان هي نفسها فيه في الاول، فحطيته لها بحيث برضو تفرح بيه، وبعد كده تشيله بعد الفترة الاولانية. المنظم ده بيبقى للزيوت والزيت والخل والبهارات وكده، والله استغليناه في المنظمات اللي هي بتاعة البقوليات وكده. وحطيت عليه برضو طقم التوزيع بتاع التقليب وبتاعة المناديل، الشريف بتاع المناديل، واللي معلقه في الحيطه دي بتاعت اكياس. وعلقت هنا المجات بالشكل ده، ودي اطقم التوابل. جنبهم كده في ستاند كده للكوبايات، حطيت عليه طقم كوبايات الاكليريك ده. قد ايه ان هو عملي حلو قوي لو قدمته منه لطفل، يعني انا بحاول بصوا انا بخبط بيه على الرخامه، ما شاء الله مش بيتكسر ولا حاجه. هو انا مش راضيه اخبط جامد برضه عشان ما اجرحوش، لان الاكليريك بيتجرح، بس بوريكم ان هو مش بيتكسر يعني. وبيبقى شكل الكريستال، وبيبقى حلو قوي للعلم، بيكون غالي مش رخيص يعني، مش بيكون مثلا ارخص من الزجاج ولا حاجه، لا ده هو غالي لانه هو مش بيتكسر. هنا بقى دي المجات، كانوا عاملين ستاند كده ليهم. وهنا اطقم طقم ستاند المعالق ده، وجنبه كده ستاند السكاكين. والطقم ده برضو بتحط فيه مشروبات، وراه صينيه تقديم، وجنبه كده التوستر، وكده صفايه للمعالق. وهنا كده الغساله زي ما انتم شايفين، ده السلم اللي بقول لكم، يعني لو الوحدات عاليه عليها تقدر ان هي تجيب من اي رف يعني عليه بالسلم عادي. والسلم كان متين ما شاء الله، يعني انا شغاله اصلا، انا مش طويله ومش قصيره، بس برضو في اماكن عاليه عليا، فطبعا كنت بعملها وانا واقفه على السلم. هنا اول رف من تحت، لان انا مش معايا وحدات تحت خالص، حطيت لها طقم الجرانيت ده اللي هتستخدمه. ومن فوق كده الاستانلس، ومع هنا بقى اطقم الكنك والبراريد واللبانه. ومن جوه كده الحلال الاستانلس، هي قالت تستخدم الطقم الجرانيت البينك ده. والناحيه دي مفتوحه برضو على الضرفه اللي جنبها، حطيت فيها طقم اللي هو من بره سيراميك ومن جوه جرانيت، فإلى حد ما قريب للطقم الجرانيت اللي جنبه لو احتاجت منه حلل برضه او حاجه. ومن فوق هنا باقي الحلال الاستانلس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. حلتين الكبار دول كانوا عايزين يدخلوا في الجزء ده، لان الناحيه التانية ما دخلوش عشان كان فيه عمود. ومن هنا حطيت لها ما شاء الله اللهم بارك طقمين عشاء، طقم كده زي الصيني، والطقم التاني اللي هو بورسلين، اللي على الشمال ده اللي هو زي البورسلين اكتر كده، والتاني ده اللي زي الاركوبال شويه على صيني شويه الخامه بتاعته يعني، بس كانوا لايقين مع بعض جدا. غير الطقم طبعا اللي كنا حاطينه في درج النيش. اما هنا بقى هتطلع الاجهزه الكهربائيه زي الخلاط والكبه والهاند بلندر والمضرب، دول حطيتهم تحت كده. ومن فوق حطيت لها الطاسات والصواني بحيث يبقوا قريبين لايديها. هنا كده الادراج طبعا حطينا فيها الرفايع زي ما انتم شايفين، كانت جايبه منظمات للرفايع. حاولنا نستغل كل المساحات بقدر الامكان، يعني انا عارفه ان المعلقه دي هتضايقني وانا بقفل الدرج، بس يعني هما ملهمش مكان غير كده. واللي تحتهم دول بتوع البصل والثوم والبطاطس اللي هو التربوهات.
ومن تحت الحوض كده كان موجود رف، طبعا انا مفيش معايا مساحات اكتر من كده، فحطيت باقي الصواني بتاعه الحلويات كلها هنا، والعلب برضو بتاعه الخزين، ومن تحت خالص كده ايه البلاستيكات، لان البلاستيكات عندها اللهم بارك يا كتير جدا، يعني مامتها تقريبا بتعشق البلاستيك، جايبه لها حاجات بلاستيك كتير جدا ما شاء الله رفايع. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. بصوا حتى سجادة المطبخ برضو كانت جايباها فاتحة، بس الى حد ما الطروف بتاعتها غامقة يعني. اتمنى يكون المطبخ عجبكم برصته طبعا، نظرا للكمية مع المساحة. يعني انا نصحت ليها ان هي تخف الدنيا دي بعد الفرح، تشوف ايه اللي مش بتستخدمه وايه اللي مش محتاجاه، وايه اللي خلاص بقى ما عادش حابه تشوفه دلوقتي، وتشيله بقى يعني تعينه عشان توسع على نفسها. ندخل بقى على غرفه النوم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تقريبا غرفه النوم اوسع حاجه في الشقه، لان هي كمان مفتوح فيها بلكونه، يعني كان فيها بلكونه واتفتحت على الغرفه. هنا كده الصواني دي حطينا فيها كده، صواني دي ديكوريه اكتر من ان هي استخدام، حطينا فيها البرفانات. وهنا طبعا كانت جايبه منظمات للميك اب. وهنا بقى انا معاكم، اعملوا لي باي باي وحطوا لايك للفيديو لو ما كنتوش حطيته لحد دلوقتي. هنا كده ده شكل المفرش، المفارش بتاعتها كلها تحفه، رقيقه جدا وجميله جدا، بسم الله ما شاء الله. ده شكل الدولاب، بصوا المفرش وجماله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهنيها بحاجتها اللهم امين. المفرش ده كان عليه تطريز هاند ميد. طبعا هم فتحوا البلكونه، الشكل ده الجزء ده كان البلكونه، فتحوه على الغرفه عشان يوسعوا منها، اللي هو الجزء ده الحيطه دي طبعا لازم يسيبوا العمود علشان سلامه المبنى. الجنب التاني من السرير كان موجود فيه الكومود بالشكل ده. هم عملوا شباك كبير الموتيل كبير، ما شاء الله اللهم بارك، بيدخل اضاءه حلوه جدا، وعلى فكره فيه بلاك اوت، بس انا بحب التصوير كده بنور ربنا بيبقى شكله حلو قوي. في اوقات ان انا بشده عشان يبين. الشنط دي شنط العريس، انتوا عارفين كالعاده ان احنا مش بنعمل لبس العريس اطلاقا، احنا يخصنا لبس العروسه فقط باللبس الخاص بتاعها عادي جدا، اما لبس العريس بيبقى طبعا ليه خصوصياته، فما ينفعش ان احنا اللي نعملها. هنا بقى موجود كده الملايات، وحطيت جنبهم فوط الاستخدام، ومن فوق كده كوفرتا برضو. تحت هنا كده دي الملايات المشجرة، ومن فوق كده كوفرتا بالملاية بتاعتها، ومن فوق هنا الملايات المطرزة، ومن تحت كده الرف اللي تحت فيه الفوط بتاعت الاستخدام. طبعا اللبس الخاص مش بصوره. والجزء ده بقى بتاع الملابس، هي الضرفة كبيرة كده اللي في النص مش بتفتح على بعضها، بتفتح نص بس زي ما انتم شايفين كده. عملنا الجزء الشتوي في ناحية والجزء الصيفي في ناحية، ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. فوق هنا حطينا لها للحفه الفايبر، وفي النص كده بطانيه، كان عندها 2 لحاف فايبر كبير، فحطينا واحد الناحيه دي وواحد الناحيه التانية، وفي النص بطانيه. هوريكم كده من الناحيه التانية الشكل ده، شكل اللحاف التاني. وهنا كده ده اللبس الصيفي، ما شاء الله اللهم بارك، يعني كويس جدا. الدولاب كان عميق، فعمقه اخد معانا كتير اللهم بارك. اما هنا الارفف دي بتاعت العريس يا جماعه. وهنا الشماعات برضو بتاعته، وهنا اللبس الصيفي بتاعها فقط اللي متعلق، والخروج شلناه لان احنا اللي هو الشتوي يعني، شلناه لان احنا خلاص في موسم الصيف، بحيث ان احنا نسيب مكان للعريس. وهنا كده دي السجاده بتاعت الطرقه، ده شكل التلاجة، فوقها كده طبق فاكهه اللي هو بالادوار. ندخل بقى نشوف الحمام. هنا ده شكل الحمام، ما شاء الله اللهم بارك. جنب الحوض كده منظم من ايكيا، فيه الشاورات والشامبوهات وحمام الكريم والماسكات عموما. ده شكل البانيو، طبعا البانيو ليه ستارة،
بس يعني انا فتحتها عشان ابين لكم شكل الحمام كله. وبكده يكون جولتنا في شقة عروستنا النهاردة خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. شوفوا وشكم على خير في فيديو جديد. انتظروني، اوعوا تنسوا اللايك والشير. مع السلامة.